الكريم وكل الهيئات المدنية، خصوصا الائتلاف المغربي للعدالة المناخية والطاقم المصاحب له، وكل الهيئات المدنية والحقوقية التي تشاركنا نفس الهموم وتتطلع وإيانا نفس الطموحات، سيما جمعية جنوب لأجل المجتمع التي ترأسها الدكتورة زينب حمود، والأخت الصديقة بديعة الرضي رئيسة رابطة، كما قلت سابقا، رئيسة رابطة كاتبة المغرب وكاتبة إفريقيا، والأخ الحقوقي الدكتور خضير عبد الله، آملة أن تكلل ندوتنا هذه بالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خديجة بركات، مديرة تربوية، رئيسة الملتقى العام لمنظمات الأهلية العربية والإفريقية، présidente du Forum général des organisations non gouvernementales arabo-africaines en tant que membre des Nations Unies et l'Union africaine. فلكم الكلمة جميعا. الدكتور اللي دخل الآن نقدمه كأستاذ دكتور، عاد دخلتي صف. أنا حاضر. يلا شكرا. هذا تعرفها النساء أو تعاني منها النساء. عندنا هو الحقيقة أن حقوق الإنسان بصفة عامة تحتاج إلى أرضية سياسية مستقرة. انعدام الاستقرار السياسي معناه أنه انعدام حقوق الإنسان، الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة، ومن ضمنها حقوق المرأة. ودائما أقول بأن للأسف بما أن المرأة هي التي تشكل قاعدة يعني الهش، ما هو هش؟ حلقة الهشة. قبل قليل قال الدكتور بأن فعلا أنا كان عندي الإحصائية أنه من بين 20 دولة تمت بإعاز من فرنسا، بل أكثر من ذلك أن من قاموا بالانقلابات كانوا ضباطا فيما يسمى بلا ليجيون إترونجير، الكتيبة الأجنبية التي تحارب لصالح ومن أجل فرنسا، حتى وإن تطلب الأمر أن تدخل في حروب مع مناطقها والمناطق التي والدول التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط. واللائحة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لهؤلاء الضباط، بل أكثر من ذلك، فهم يشكلون مثلا قوة احتياطية وسيف مسلط على الأنظمة في حالة ما إذا لم تتبع الشروط ال11 التي وضعتها فرنسا بالنسبة للدول التي حصلت على استقلالها. الشروط 11 معروفة جدا في القانون الدولي، وهي أن أي معدن اكتشف فرنسا هي الأولى، أن الطلبة يدرسون في فرنسا، أن هذه الدول إذا الفرصة قبل أن أقول ربما أن دستور المملكة من 2011 يؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث، إلا أن عندنا ممانعة سببها بالأساس ما هو تقاليد وأعراف وعادات، ومن ضمنها أيضا الخلفية الدينية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.